الزمالك باين له هيقفل ولا ايه الحكايه بالظبط؟ لا، لا يا زمالك ما تعملهاش. لا يا زمالك مالكش حق والله. لا يا زمالك احنا محتاجينك معانا في الدوري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا اخواتي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. واحب ابدا كلامي طبعا بصلوات الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ونبينا محمد. ومش عايزين ننسى الدعاء لاخواتنا المسلمين، ربنا ينصرهم ويرفع رايه الاسلام والمسلمين ويرحم امواتهم وامواتنا اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجمعه مباركه على الجميع. وطبعا زي ما بنقوله او زي ما قلنا في اول الفيديو، في ظل ما احنا مستمتعين بكأس العرب، مستمتعين بالمنتخبات العربية، مستمتعين بما يقدمه أو بما تقدمه البطولة، دور المجموعات في الجولة الأولى وبداية الجولة الثانية امبارح، ومنتخب فلسطين اللي عمل ريمونتادا قوية جدا، أو مش ريمونتادا بالفوز، يعني ريمونتادا بالتعادل 2-2، بس جاء من بعيد وعمل ريمونتادا قويه على منتخب تونس اللي ما كنتش متوقع ان ممكن فلسطين تتعادل حتى مع منتخب تونس. مش ان هي مثلا تعمل معانا تتعادل حتى معانا، ما كنتش متخيل. لكن منتخب فلسطين امبارح بيعمل